السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. خوتي اليوم غادي نقدم معاكم البليغه بالزنجلان، كنتمنى من الله تعجبكم وتجربوها. وسمحوا لي خوتي راه شويه عيانه، داكشي علاش صوتي شويه هذا. ما بقيتش نحط معاكم بزاف الفيديوهات. عندي البنات هنا زلافه ونص ديال الطحين، عندي اللوز للتزيين، عندي الزنجلان زلافه، وعندي كاس ديال الزبده وكاس الزهر وكاس د الماء، وعندي هنايا قبيصه د الملحه، عندي القرفه، عندي حبه حلاوه والنافع، وعندي هنايا شويه د الخل. المقادير البنات غنخليهم لكم في صندوق الوصف. عندي هنايا خلاص كما قلت لكم طحين زلافه ونص، والزنجلان زلافه. دائما البنات ديروا زلافه الزنجلان والطحين ديروا زلافه ونص، بقاش لا درتو كتر تجيكم قاصحه. درت هنايا النافع وحبه حلاوه اللي كتعطي نسمه رائعه، وندرت هنايا معلقه كبيره د القرفه، درت قبيصه د الملح البنات. هنايا درت الخميره د الحلوه اللي انا ما ذكرتها لكمش في المقادير، سمحوا لي والله خوتي حتى عيانه كندير غير الدرع وصافي. غادي نخلط هاد النواشف كلها مزيان هكايا. كنتمنى والله يا البنات يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش اخوتي البارطاج باش تكبر العائله ديالنا. وكنقول الناس اللي دخلوا جداد معايا من تيك توك ومن الواتس هذا، عفوا من الفيسبوك الانستغرام، مرحبا بكم. والناس اللي دخلوا على عندي ثاني صدفه مرحبا بهم. هنا خوتي درت شويه ديال الخل ودرت الزبده، غادي نرون هاد النواشف اللي عندي حتى نلبسهم بالزبده. عاد غادي نضيف عليهم هاد المزهر، كاس ديال المزهر، كاس المزهر البنات، وكاس خلاص ديال الماء، وكما شفتوا كاس ديال الزبده مخلط ما بين الزيت والزبده اللي ذوبتهم، باش ديك الزبده كتعطي الهشاشه هي والخل. في الصراحه هنا البنات جمعت المقادير ديالي كامله. هانتوما خوتي ما كنخليوهاش مرخوفه بزاف وما كندلكوهاش، راه غير كنجمعها صبعاني. كنتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو. كما كتلاحظوا خوتي ما كنخليوهاش مرخوفه، ما كنخليوهاش قاصحه. غادي نقطع هاد العجين ديالي قطع هكايا باش نطلقها بالدلاك. غادي يكون حدايا واحد البلاستيكه غادي نديرها فيها ونخليها تطلق. كما كتلاحظوا خوتي ما كتلصقش في اليد، لا جات كتلصق في اليد غادي تشد لنا في سطح العمل اللي غادي نطلقوها فيه. انا ما غادي ندير لها لا طحين لا حتى شي حاجه. هانتوما كما كتلاحظوا الا شفتوها نتوما كتشد معكم ديروا شويه ديال الفرص، راه ما تكثروش الطحين اخوتي بزاف. هانتوما البنات بعد ما طلقات ليا العجين غادي نجيب هاد الدلاك، غادي نطلق بشويه عليا هكايا حتى نحصل على السمك اللي بغيت انا. ما تخليوهاش البنات غليظه، المهم باش ما تجيكمش غليظه وتجي مقرمشه في نفس الوقت فاش كتقلى. هانتوما البنات ما كتشدش في سطح العمل، الا شفتوها كتشد معكم ديروا شويه د الفرص. غير سمحوا لي خوتي هاد الفيديوهات الصراحه انا عيانه شويه. يا ربي شافي الجميع. دعيو معنا خوتي، دعيو معنا حتى حنا باش يشافينا الله ويعافينا. الله يشافي الجميع، الله يجعل ربي يسهل على الجميع في هاد العواشر. وكنتمنى يدخل علينا رمضان كاملين مبارك مسعود بالصحه والسلامه والهنا للعائله والاحباب والعائله ديال الغاليه رابح، اللي قناه الغاليه رابح كاع اللي دخل عندي راه كتسمى عائلتي. شكرا لكم اخوتي بزاف. هلا يخطيكم. هنا البنات قادت العجين ديالي، تقدروا تقادوها غير بالموس، ماشي ضروري تكون عندكم الجراره. هنايا البنات عندي هاد القطعه هادي الحجم متوسط، حيت هي راه فيها بزاف ديال القطع. هادي كيكون فيها شي 6 ولا شحال. هنايا غادي نحيد هاد العجين اللي بقات في الوسط كما كتلاحظوا،
وغادي نبدا نطوي معاكم مباشره. راه الطويه ديالها في الصراحه ساهل ماهل، ساهل في الصراحه. هانتوما اخوتي كنطوي هكا. هذيك الاولى كنفوتها شويه على الدخلانيه وكنقرص هكا بصبعي باش ما تحليش في القلا فاش نجلق ليها في الزيت. عفوا هانتوما اخوتي هكا كنضغط بالصبعان ديالي لحقاش العجين ماشي قاصحه بزاف، ماشي مرخوفه دغيا كتشد، يعني بلا ما ندير هذاك الابيض ديال البيض لا حتى شي حاجه. هانتوما اخوتي يعني الطريقه سهله ماهله. يمكن لكم البنات تخليوها تبات حتى الصباح، يمكن لكم تقليوها في نفس النهار. انا خليتها كان عندي شي شغل خليتها الصراحه حتى الغدا عاد قليتها. كنستمر اخوتي هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. هنا ثاني البنات طلقتها. هانتوما البنات ما كتشد في الصراحه في صوت العمل، ما كتشد نهائيا، ما كتشدش. ولا شفتوها كتشد معكم كميه قلت لكم ديروا شويه الفورص سطح العمل وطلقوها. هانتوما اخوتي ندير بهاد القطاعه، ندير معكم الشكل واحد اخر نفس العجين غير الشكل ديال الطويه بدلناه وصافي. كنتمنى من اخوتي تعجبكم هاد الطريقه، جربوها وخليو لنا كومونتير زوين بحالكم. شكرا لكم. كنستمر هكا حتى نحيد هاد العجين السائده كامله ونخلي غير هانتوما اخوتي كنقرصها هكايا عاوتاني. يمكن لكم هكا تطويوها على صبعكم ولكن فضلت انا ندير لها هكا. هانتوما كنقرصها هكا والا كانت معوجه ولا شي حاجه كنقادها بالصبع ديالي. هانتوما تلاحظوا معايا كما كندير ليها. هانتوما الا شفتوا هكا معوجه من داك القنت ولا من هاد القنت قادوها بالصبع ديالكم باش كتجي زوينه في الصراحه، كتجي مقاده وما تطلقش في ملي كتكونوا تقليوها في الزيت، ما تطلقش معاكم في الزيت. انا في الصراحه البنات خليتها حتى باتت عاد قليتها. شكرا لكم اخوتي. هانتوما اخوتي كما كتلاحظوا خليتها انا اخوتي هكايا هانتوما اخوتي ها هي غادي نخليها حتى الصباح. هانتوما البنات ها هي فاش كتيبس هكا خليتها حتى الصباح. دابا غادي نبدا نقلي فيها، غادي نبدا نقلي فيها. لا ديروا الزيت حتى يسخن ونقصوا له. هنايا رانا الزيت سخن ليا بزاف ولكن وليت نقصت البوطه باش ما تشواش معايا، باش ما كطيب على خطرها. الا طابت في دقه كتبقى خضره من الداخل. كنتمنى والله اخوتي يجيكم هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف. هانتوما اخوتي نقصوا الزيت خليوه يسخن ونقصوا له على عافيه مهيله وخليوها طيب على خاطرها. وبطبيعه الحال في هذا الاثناء انا كنكون موجده العسل ديالي، كنكون موجداه. هانتوما اخوتي هذا هو العسل. صراحه اخوتي انا عيانه والله كنصور معكم هاد الفيديوهات وما قادراش حتى نهضر. هكايا غادي نخليها في الزيت تشرب الا ما طابت ليا القليه الاخرى وعاد نحيدها. هي كل ما خليتوها في الزيت هكا تشرب العسل يعني مزيان. خليكم اخوتي معايا حتى الاخير ما تمشيو فين. كما كتلاحظوا اخوتي احبابي انا هنايا العسل حطيتها في العسل سخونه باش حيت العسل بارد ملي كتحطوا الحلوه فيه حتى هو كيتطلق. غادي نديرها تقطر في هاد البريمه اللي عندي انا بالكسكاس ديالها باش العسل اللي طاح كيطيح لي في البريمه ما كنضيعوا حتى شي حاجه. وخليكم معايا حتى الاخير. هانتوما اخوتي هذه حتى هي خليتها ثباتت. غنبدا نقلي هذا الشكل هذا. بطبيعه الحال انا قلت لكم البنات نقصت العافيه باش ما باش الحلوه ديالي يعني تجي هشيشه وتجي طايبه من الداخل وهذا يعني تجي مقرمشه، تجي في ديك التقرميشه ما تجيش معجنه. شكرا لكم اخوتي على التشجيع وشكرا لكم على اي حاجه درتوها معايا. الله يكرمكم. شكرا لكم بزاف. الله يخطيكم، الله يكرمكم وينوركم اخوتي. هانتوما اخوتي هذه هي الحلوه ديالي. انا كنزين فيها وكنحط في هاد
شوفوا هاد الحلوه اللي عندي. طبعا الحلقه ديتها درت لها هاد شويه د اللوز، هاد شويه د اللوز البنات، وغادي نستمر هكا حتى نسالي وخليكم معايا. هانتوما البنات جات الصراحه زوينه، عجباتني انا لا في المذاق ولا في الشكل. كنتمنى من الله كما عجبتني انا حتى نتوما تعجبكم وجربوها في البيوت ديالكم. شكرا لكم بزاف على يخطيكم. هذا هو الشكل الثاني ديالها، درت فيها جوج شكيلات. هنا البنات غادي نوريكم كي جات زعما هكا باش تشوفوا راه هشيشه غير كتبركوا عليها هذاك. يعني بعض البنات قالوا لي لا راه كتجينا قاصحه، لا هذاك الشيء غير من المقادير. اما درتو الطحين كثير، اما درتو المقادير قليله والطحين كثير، داكشي علاش جات قاصحه. وشكرا لكم اخوتي، الى اللقاء، الى الفيديو القادم بحول الله. ما تنساوش الدعاء لينا وليكم اخوتي.